مساء الخير عليكم حبيباتي اميراتي، واش راكم؟ كيف الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا هنايا وصفتنا هي المقروط، وعلى بالي باللي المقروط المقله بخاص كامل تخافوا تقولوا لنا باللي يتحلكم في المقله. نقول لكم البنات اقعدوا برك معايا، ناكد لكم اقعدوا برك معايا، ما تزربوش الفيديو البنات وشوفوه من الاول للاخر. نقول لكم وناكد لكم البنات هاد الوصفه اللي حنعطيها لكم تاع مقروط المقله ناجح 100%. تبعوا برك يعني كيفاش نديروا من الاول للاخر. هذه هي حبيباتي كيما راكم تشوفوا الصوره تعبر على نفسها، ما نطوش عليكم، يعني نجوزو ديريكت كيفاش ندير المقروط ديالي. هنا اول حاجه نسحق الدقيق متوسط يعني مويان. فوالا هنا درت الكيله الاولى، يعني نفس الكيله اللي ديروا بها تكملوا بها كامل الكيلات. هنا نكمل يعني عندي 2 كيلات تاع دقيق متوسط، هاي كيما راكم تشوفوا. نزيد نضيف لها كيله تاع دقيق خاشن، ولا نتوما ما لقيتوش دقيق خاشن تقدروا تعوضوه تاع النصف خاشن. هنا الدقيق اللي درت به هو دقيق عمور، بصح نقول لكم البنات يعني ماشي، والله العظيم صدقوني ماشي جايه كامل في الدقيق باش تنجحوا في المقروط ديالكم. يعني شوفوا بك كيفاش درتو انا من الاول للاخر، يعني نقول لكم كيفاش ينجح المقروط ديالكم، يعني ماشي جايه كامل في الدقيق. انا بك يعني قلت لكم درت يعني دقيق عمر. دوكا ندخل مليح مليح كيما قلت لكم، درت 2 كيلات تاع دقيق متوسط بكيله تاع دقيق خاشن، ولا نتوما ما لقيتوش الخاشن يعني تقدروا تعوضوه بنصف خاشن. وهنا كيما شفتوا درت لها يعني الملح ومدخلتهم مليح مليح لداخل، يعني ندخل مليح الملح ديالي داخل الدقيق. وهنا البنات هنايا يعني السر الاول تاع يعني المقروط تاعكم باش ينجح لكم، واللي هي السمن. هنا كيله تاع السمن زدت لها مغرفه كبيره تاع الزيت. شوفوا البنات يعني السمن تاعي كيفاش راهو، يعني لازم السمن تاعكم يكون بارد حتى راح يتجمد لكم شويه كيما راكم تشوفوا هنايا. قلت لكم درت كيله تاع السمن، زدت لها يعني زدت لها مغرفه كبيره تاع الزيت. البنات يعني لو كان نتوما ديروا السمن تاعكم يكون رايح شويه سخون ولا يكون شويه مازال يعني ما برد لكم مليح، راح يحرق لكم الدقيق ديالكم. وناكد لكم هنا ما ينجح لكمش المقروط ديالكم. جا راكم هنا واش درتوا؟ راكم قليتوا الدقيق ديالكم. شوفوا هنا ما رانيش نحك كيما راكم تشوفوا، هنا انا ما نحكش، راني برك يعني دخلت السمن تاعي في الدقيق. بالكوا برك تحكوا تاني. هدايا السر تاع الوصفه تاع المقروط. ونعاود لكم البنات تاع السمن، باسكو السمن البنات لا كان نتوما كيما قلت لكم انا درتوه وهو سخون راه يحرق لكم المقروط تاعكم، يعني الدقيق تاعكم يعني خلاص راكم قليتوه ديجا. هنايا راكم قليتوا المقروط تاعكم في الدقيق والدقيقه تحرق لكم. بالك البنات اني نقول لكم ونعاود لكم السمن تاعكم لازم يكون بارد مليح حتى راح يتجمد. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا يعني من نكمل هكا نحك بالعقل البنات، يعني ما ندخلش من يعني ما نزيرش يدي حتى البنات. شوفوا هنايا حتى يعني تجيني هكا بوله يعني تلم الدقيق ديالي. وهنايا نحيت شويه من الدقيق تاعي ونزيد نضيف لها هنايا. شوفوا هنايا البنات يعني السر الوصفه تاع المقروط الثالثه البنات، يعني بعد السمن وما تحكوش المقروط يعني الدقيق تاعكم. وهذا السر الثالث واللي هو الماء يكون بارد البنات. الماء لازم يكون بارد بارد بزاف، يعني ما ديروش من الماء تاع الروبيني. هنا يعني درت كيله تاع الماء خلط بين الماء وبين يعني ما زهر. فوالا ومن ندخل هكا بيدي كيما راكم تشوفوا، يعني ما نعجنوش ندخل هكا بطرف الاصابع تاعي، ندخل يعني في الدقيق ديالي بهذه الطريقه هذه. اوكي فوالا هنا البنات نحس يعني الدقيق تاعي يولي ابيض يعني ما يقعدش اصفر. فوالا هكا البنات كيما راكم تشوفوا. وقلت لكم ونعاود لكم الماء تاعكم لازم يكون بارد. راني نعاود البنات يعني الاسرار تاع المقروط يعني باش ينجح معكم. وهنايا اني كنت عندي طبسي ما باش معكم هنا معايا، كان طبسي يعني فيه ما بارد، وما كنت ندخل يدي ونسقم الحربوش تاعي. البنات هنايا حتى تحصلوا على الدقيق تاعكم ما يوليكمش يعني اللون تاعو اصفر، يولي ابيض. يعني نعاود لكم البنات يعني كنت ندخل يدي في الماء او ميم طون نسقم في الحربوش تاعي حتى يولي الدقيق تاعي ما يكونش اصفر يولي ابيض. دوكا نسقموا بهذه الطريقه هذه كيما راكم تشوفوا هنايا.
وهنايا بالنسبة للغرس، تبعوني البنات، يعني الغرس تاعكم لازم تعجنوه مليح مليح يعني بالماء، تعجنوه. أنا هنا كنت عجنته مليح وكنت داويته، درت له شوية قرفة ودرت له شوية تاع الجنجلان، كنت حمصت الجنجلان درته لداخل. يعني هنا البنات يعني لازم تعجنوا مليح مليح الغرس تاعكم يعني بالماء، يعني ماشي دقيق يروح في جهة والغرس يكون يابس. لازم البنات يعني كما قلت لكم تعجنوه مليح بالماء ومن بعد تخليوه ينشف يعني هكا 10 مينوت يعني، ومن بعد باش ديروه في الحربوش ديالكم. وشوفوا هنا كيفاش راني ندير البنات. يعني الحربوش تاعي انايا بعد ما نغلقوه ماشي ندورو مباشره البنات، لا لا، كاين واحد اخرين واش يديروا مع يغلقوه مع يدوروه. انا نقول لكم لا لا البنات، يعني 5 خطرات وانتم تدوروا وتغلقوه هكذا كما كنتوا تشوفوا هنا معايا. نقعد ندور وهكا ونغلق، يعني ما ندوروش مباشره بهالطريقه هذه كما راكم تشوفوا هنا معايا. تبعوا بك طريقه سهله مهله البنات، يعني المقروط والله صدقوني غير ساهل، ولكن تبعوا بك يعني كيفاش راني ندير فيه. ناكد لكم على بالي بلي تنجحوا فيه، تبعوا برك يعني كيفاش راني ندير، وتبعوا بك النصائح اللي عطيتها لكم في المقروط، ناكد لكم راح ينجح معاكم. هنا بعد كيما راكم تشوفوا بعد ما غلقته مليح مليح شحال من خطره، ومن بعد هنا نجوز يعني ندور فيه بهذه الطريقه، يعني نسقم الحربوش تاعي تاع المقروط بهذه الطريقه هذه. ندوروا فوالا هكذايا كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد نسقمو هكذا كيما راكم تشوفوا لاكوبات هكذايا، نحاول نسقمو مليح فوالا هكذا كامل. تبعوا البنات برك كيما راني نقول لكم على بالي تنجحوا فيه، يعني المقروط راهو ساهل ماهل. ومن بعد هنايا نقطعوا بهذه الطريقه هذه. شوفوا هنايا انا حسبت يعني نحي مع الاول نحي هذاك الطرف الاولاني، ومن بعد هنايا انا حسبت 3 دوا ونقطع المقروط تاعي. يعني هنا المقروط ما يجيني كبير ما يجيني بزاف صغير، يعني يجيني متوسط الحجم كيما راكم تشوفوا هنايا معايا في الصوره. دوكا واش ندير حبيباتي هنايا، يعني والسر الرابع البنات، يعني السر الرابع تاع المقروط اللي هو استحكمت ماء بارد البنات، وندخل المقروط تاعي قبل ما نقليه ندخله هكا في الماء، يعني نشبع له هكا الماء هكا ندور هكذا كما راكم تشوفوا، ومن بعد باش نجوز نقليه. فوالا حبيباتي هذا هو المقروط تاعي دوكا باش نقليه. وهنا نجوزو القليه نتاع المقروط البنات. هنا الزيت تاعكم لازم تكون سخونه مع الاول، ومن بعد يعني نقصوا لها حتى تحت المتوسط البنات، يعني نقول لكم نقصوا لها مليح مليح وحطوا المقروط ديالكم. وهذه هي البنات، وهذا هو المقروط تاعي، يعني والله غير يفرح البنات كي يعني تبعوا الطريقه برك من الاول للاخر على بالي تنجحوا فيه. يعني تبعوا بك النصائح اللي عطيتها لكم من الاول للاخر. قلت لكم يعني المسمن تاعكم لازم يكون سخون، يعني الماء لازم يكون بارد، وكيفاش تلموا العجينه تاعكم، يعني ومام طون دخلوا يدكم في الماء، ومام طون الحربوش تاعكم لازم يكون ماشي صفر حتى يولي اللون تاعو ابيض البنات. يعني الطرق بزاف درتها لكم، ومع الاخر يعني حطوا في الماء بارد وقلوا يعني المقروط تاعكم. وقلت لكم يعني تاني البنات يعني تكون يعني يكون النار تاعكم قويه، ومن بعد نقصوا لها كامل البنات، لازم تكون قليله قليله تحت المتوسط، ومن بعد باش تقليو المقروط ديالكم. وهنا نسيت نقول لكم حبيباتي، يعني بعد ما تقلوا المقروط ديالكم هنا البنات يعني هو سخون هكاك ديروا العسيله وشويه تاع ما زهر، يعني هو سخون ديروه يعني داخل العسيله تاعكم والما زهر، يعني باش يدخل داخل يعني القلب تاع المقروط يجيكم معسل الله الله. هذه هي حبيباتي، ونقول لكم ولا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم واللي هي المقروط حبوباتي، ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه اللي ما راهيش مشاركه ليصلكم كل جديد. ونقول لكم شاركوا الوصفه هذه مع حباباتكم مع اصدقائكم، ونقول لكم على الاخير في الامان.